السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم قناة اكلة بسيطة في مطبخي. الفيديو بتاعنا النهاردة طريقة المكرونة البشاميل بطريقة سهلة جدا، وكمان هقولك تعملي البشاميل ازاي بكل سهولة. شايفين المكرونة عاملة ازاي؟ جوسي جدا. طبعا هي لسه طالعة من الفرن فسخنة قوي وسايحة من بعض. لو بقى سبتيها تهدى شوية هتقدري تطلعي الخرطة بخرطتها. شايفين الجمال؟ وكمان قدمت معاها كفتة مشوية. طبعا شكلها باين اهو، حاجة كده اخر جمال بجد. يلا بينا على الطريقة. جبت بقى طاسة على النار ونزلت فيها بمكعب من الزبدة. اول ما يسخن هنزل ببصلة كبيرة مفرومة، هشوحها بقى كده كويس قوي. وبعدين هنزل عليها بربع لحمة مفرومة، برضو هقلبها شوية كده مع البصلة. تمام. وهنزل برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة من السبع بهارات، وهقلبهم كلهم مع بعض بالشكل دوت. حطيت بقى كده معلقة صغيرة من الزبدة عليها شوية من المية، وهسيبها بقى تتسبك شوية. شايفين الشكل بتاعها كده؟ خلصت معايا وطفيت عليها. هنعمل بقى مع بعض البشاميل. حلة على النار هنزل بأربع معالق كبار من الزبدة أو السمنة، عليهم 4 معالق من الدقيق، يعني نفس كمية الزبدة أو السمنة نفس كمية الدقيق. هقلبهم كويس جدا لحد ما الدقيق يتحمر معايا. هبدأ أضيف اللبن، حوالي لتر من اللبن، حبة بحبة مع التقليب المستمر. هتلاقي ايدي فيه على طول وبقلب باستمرار وبنزل باللبن حبة حبة. تمام كده. هنضيف بقى ايه؟ جبنه تركي وجبنه موتزاريلا وقطعه من القشطه او وش اللبن المتاح عندك، ولو مش عايزه تحطي ما تحطيش. كده وصلت للقوام المناسب. شايفين القوام بتاعه ازاي؟ ولما يبرد برضو هيتقل معاكي. ونزلت برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. حلة على النار فيها مية مغلية، هنزل فيها بنص كيلو من المكرونة الأقلام، وهضيف عليها ملح وزيت. ويا ريت ما نكترش الملح في الوصفة كلها عشان ما تطلعش معانا المكرونة البشاميل في الآخر حادقة. يعني حاولي تظبطي الملح بتاعك. كده المكرونة اتسلقت بتاعتي، سبتها تبرد، بقت جاهزة. والبشاميل واللحمة المفرومة المعصجة وكمان الصينية اللي هنعمل فيها. أول حاجة هضيف كده بشاميل على المكرونة. تمام. وهقلبهم بقى مع بعض. يبقى المكرونة ضفت عليها بشاميل وقلبتها كويس. هجيب الصينية هضيف برضو فيها بشاميل وهوزعه كده من الجوانب ومن كل حتة. هنزل بأول طبقة من المكرونة وهوزعها برضو. تمام، وزعتها بالشكل ده. وبعدين هحط عليها طبقة من اللحمة المفرومة. شايفين الشكل بتاعها؟ حلو جدا. طبعا سهلة جدا، مش هتاخد معاكي اي وقت، وكمان لذيذة وطعمها بيكون جنان في الاخر. حطيت كده طبقة من اللحمة المفرومة بالشكل ده، وهبدأ احط الطبقة التانية من المكرونة. هتقولوا لي بقى ايه عندك فراغ انتي بتحطيها بالواحدة؟ بس انا بحب ارصها كده فوق الوش. انا بيبقى عندي طولة بال، بس انتي لو مش حابة تعملي كده نزلي الجزء التاني ووزعيه بالطريقة اللي انتي حباها، يعني وزعيه بطريقة كويسة. متخليش اللحمة المفرومة تطلع فوق الوش. تمام. وهنزل اخر حاجة بالبشاميل فوق الوش، ولازم يغطي المكرونة كلها فوق الوش عشان ما تبقاش باينة مننا وتنشف. حطيت كده جبنة تركي وموتزاريلا وهبدأ ادخلها الفرن. لما تاخد كده لون ذهبي بسيط زي ما انتوا شايفين، رشيت عليها موتزاريلا تاني وطلعتها من الفرن. شايفين بقى الجمال؟ تحفة بجد فوق الخيال. ريحتها وطعمها لذيذ جدا. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو، لو عاوزة الخرطة مظبوطة وسليمة هتسيبيها تبرد وتبدأي تقطعيها وتقدميها. لكن لو مستعجلة ومش قادرة تقاومي ريحتها زي ما انا عملت كده، قطعتها عشان دخت من ريحتها. فقطعتها على طول. بصراحة قدمت معاها كفتة مشوية. وعندكم كذا طريقة منزلاها للكفتة المشوية على اليوتيوب، ممكن تدخلوا وتشوفوها وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.